التعليق. سأكون معكم أنا فارس عوض. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات. مباراة ننتظر منها الكثير حقيقة. الإثارة حاضرة هنا كالعادة، الأجواء مثالية لكرة القدم، كل شيء معد لمشاهدة مباراة كبيرة. والآن نستعرض تشكيلة أصحاب الأرض. الفريق يعتمد على طريقة 4-5-1 في مباراة اليوم. زيدو، ليونيل ميسي بيعدي فيها، يتقدم فيها. الله على هذا الهدف، لم ننتظر كثيرا من أجل افتتاح التسجيل في هذا اللقاء. هذه إعادة الهدف، كرة جاءت من انفراد صريح بالمرمى. هنا تظهر مهارات الإنهاء الحقيقية. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. وهنا المرور الناجح في هذه اللقطة، عرضية إلى العمق، تغطية سليمة وإبعاد الخطورة. تتغير وجهة السيطرة. تمريرة حاسمة، كرة تخرج خارج الملعب. استخدام القوة في التسديد هو سبب ضياع الفرصة هنا في رأيي. ينتهي استحواذها عند بوسكيت. بيلعب كرة باتجاه المرمى. كريبتسو وصلت إلى جوردي ألبا. بوسكيتس، والتدخل الناجح هنا في الاعتراض. الحكم يعطي إتاحة الفرصة للاستفادة من هذه اللقطة. يا رباه على التسديدة، فرصة للتعادل من الضربة الركنية. عرضية لداخل ال18. كرة بتتخلص من جوردي ألبا. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. عمل ممتاز في قطع الكرة. رمية تماس. مارتينيز، كرة خطيرة هنا. بيعدي فيها، بيعدي تصدي على الطاير، ارتماء ناجحة هنا على الكرة تمنع الهدف.
المدرب غير راضي تماما عن ضياع هذه الفرصة. شوف الانفعال الواضح، ردة الفعل الكبيرة. فرصة مثل هذه الفرصة كم من الممكن بأن تأتي بالتعادل. تأتي الآن صافرة نهاية شوط المباراة الأول. يعود الفريقين إلى الملعب وانطلاقة الشوط الثاني من المباراة. الحلول أمامه في الهجوم. العرضية في وسط المنطقة. أي فرصة ضاعت على بورتو لتسجيل التعادل، كان ممكن استغلالها بشكل أفضل. الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، تدخل ويبعد الكرة. مارتينيز، أي هدف هذا! الآن النتيجة تقدم بفارق الهدفين. فرصة نشاهد الهدف مرة أخرى. مجهود فردي كبير في الانطلاقة والمراوغة والتجاوز حتى وضع الكرة في الشباك. حزن واضح الآن على ملامح وجه المدرب، خاصة لهذه النتيجة لفريقه. أعتقد أنه بدأ يفكر في قادم المباريات. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز. كرة بتتخلص من جوردي ألبا، والكرة الآن مع بورتو. كرة بتتحول إلى رمية تماس. استحواذ قليل على الكرة من جانب أصحاب الأرض. ليس بالضروري من يملك الاستحواذ يملك التفوق، كما نشاهد الآن استحواذ أقل وتقدم في النتيجة. الفاعلية والخطورة وتهديد المرمى وتسجيل الأهداف هي الهدف الأساسي وليس مجرد الاستحواذ. لا نستغرب حاليا من استحواذ الفريق المنافس على الكرة. ليونيل ميسي، السيطرة يفقدونها هنا. ماركو جرويتش، كرة خطيرة على المرمى، تصل تحت الضغط الآن. برافو التصدي من حارس المرمى. اعتراف ناجح لطريق الكرة. أوتافيو، البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان. استحواذ يتحول لمصلحة بورتو. الآن 10 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية اللقاء. يتقدم بكل قوة في منطقة الخطورة وحارس المرمى يتصدى. بورتو يحاول استغلال دكة البدلاء. ركنية تنفذ داخل ال 18، لم ينتج عنها أي خطورة. ضغط ناجح في الأمام، عرضية بشكل خاطئ وصلت إلى حارس المرمى. مطالب بإرسال الكرة بعيدا عن المنطقة. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة. كرة بترسل بالعرض، لم تنتهي الخطورة، مطالبين بإبعاد الكرة. أوهو، ركلة جزاء، فرصة لتقليص الفارق بين الفريقين ونحن على أعتاب النهاية.
حكم يكتفي باحتساب ركلة الجزاء هنا. أعتقد بأن اللاعب كان يستحق إنذار بعد هذا التدخل. فرصة لتقليص الفارق في وقت صعب جدا. وهدف من ضربة جزاء. نشوف إعادة الركلة، شوف المهارة في لعب الكرة، الكرة في اتجاه والحارس في اتجاه آخر، كرة تخادع الجميع. وتنطلق في هذه اللحظات